مرحبا. على ما كنسمعوا ان الطاكسيات كيقول لك ما خلاوش لينا فين ناكلوا الخبز. هادو صحاب التطبيقات، وملي جيت كنشوف كنلقى ملي كتعيط للتطبيق ديال اندرايف كيقدر يجيك طاكسي. اييه تماما. كنجي كنشوف كنلقى طاكسي كنقول له خويا راه كيقول لك لا لا طلع راه انا مع التطبيق. عرفتي راه هذه طيب تماما. دابا بغيت نعرف واش التناقض هذا ماشي تناقض، هي فئه صغيره اللي من سائقي السيارات الاجره اللي مازال ما بغاوش ينخرطوا في هذه التطبيقات الجديده. اما لا ماجوريتي ولا العامه ديال السائقين عاجبهم الحال وكيخدموا بها بشكل يومي، ما عندنا معهم حتى شي اشكال. فاحنا من جهتنا احنا مستعدين للحوار مع جميع الفئات، وكيف ما قلت ان هذه شركة كبيرة عالمية، فعندنا تحفيزات، عندنا العديد من لي زاكسيون اللي نقدروا نديروا اللي في صالح السائقين المهني او الغير المهني. على ما كنشوفوا ملي كيكون شي خصام ما بين السيارات الاجره والسياره ديال لابليكاسيون كيدخلوا فيها البوليس كيحجزوا لهم على السيارات. شنو هو التدخل ديالكم نتوما في هذه الحاله؟ حاليا لاننا حنا ماشي طرف، حنا في الاول وفي الاخير حنا تطبيق ديال صله وصل ما بين السائق والباساجير. حنا ما عندناش دخل مباشر في ما بينه وبين طبيعه الحال. شنو هو الربح بالنسبه لكم نتوما؟ فين عندكم الربح نتوما في هذا التطبيق؟ حنا كناخذوا اون كوميسيون من كل رحله اللي هي 11.9% من عند السائقين. يعني السائق كيدير واحد لا ريشارج، كيعبئ لابليكاسيون ديالو، ومن بعد كل رحله كتنتهي حنا كناخذوا لا كوميسيون ديالنا من هذيك الرحله. ما كتحاولوش تزيدوا شي خدمه اخرى من غير هذا التنقل؟ عندنا حاليا عندنا تنقل داخل المدن وعبر المدن. عندنا البارح دار واحد التصريح على سائقين المهنيين ديال الطاكسي بالمغرب كاملين انهم ناس غير كفء، الهندام ديالهم رط، السيارات ديالهم متهاريه، ما عرفناش علاش. وتفاجئنا انه تيساند واحد الشركات وهميه اللي هي القانون ديالنا تيمنع منعا كليا وتطبق عليها القوانين، من محجز من اعتقال السائق الى اخره وغرامات ماليه. فتنتفاجئوا هذا المنشط ماشي تشريح صحفي، انه ما قاريش الاعلام، هو منشط جا دار تصريح على هذه الشركه وتيساندها وقال لك الشركات خاصهم يبقاو الى اخره والى اخره. حنا ما فهمناش علاش دار هذا التصريح، واش عنده شي هدف مادي؟ وحنا هذا الشيء عارفينه، ان حنا توصلنا باخبار انه خدا مبالغ ماديه باش يقوم تشجيع هذه الشركات هنا في الرباط، شركه كريم، باش يشجعها ويقوم لها بالاشارات ديالها. الناس اللي خدامين معاه تيقول لك حنا باريين من الكلام ديالو، ان الكلام غير مسؤول ديال المنشط، خاصو يكون في صف محايد تيقوم بواحد المسائل حنا ما عرفناش. هادو الناس اللي خدامين معاه تيقولوا هذا الكلام، ما بقى لينا حنا ما نقولوا. كل شيء حتى الكرامه ديال السائق المهني اللي خص يعرفوا الناس، وهو ان هذه المهنه مهنه شريفه. هذه المهنه رمز من رموز المدينه وتراث اللي خصنا نحافظوا عليه كاملين. فاحنا معاهم صفهم، الباب مفتوح للحوار، وكنتمنى نلقاو صيغه مناسبه باش نوضعوا اطار اللي كيلائم الجميع. تبارك الله. الله يبارك فيك. ذكر الاسم ديالها لان هي غير شركه غير معترف بها. سي اون سوسيتي دي كونديستان. كنعاودوا تنكرر، اون سوسيتي دي كونديستان. واحد الشركه اللي كدير الوساطه نقل الزبائن بدون رخصه. حنا عندنا الحمد لله ظاهر شريف، عندنا فصول تنشتغلوا بهم، فاللي بغينا نوصلوا للمسؤولين ديالنا الكبار في مدينه الانوار، بغيناهم ياخذوا لنا واحد القرار في هذه الشركه الوهميه. الله يجازيكم بخير. الناس اللي خدامين في الطاكسيات دابا هذا الشيء خصو يتنظم، خصو ينظموا، خصو واحد الوقيته يشوفوا واش غيديروا ليه الحل شنو هو. دابا عندك من جهه الطاكسيات اللي كيتشكاو من لي زابليكاسيون اللي كاينين ديال الترونسبور اللي هما غير مرخصه، القانون ديالهم ما كاينش، هما كاينين موجودين ولكن ما مرخصينش، الرخصه كاينه ولا ما كايناش. الطاكسي كيقول لك على انه مول الطاكسي شيفور طاكسي هو عنده القوانين ديالو، عنده المصاريف ديالو، عنده المسائل ديالو. دابا من واحد الناحيه كاين الكليان، دابا في هذه الحرفات الخدمات اللي كيحكموا الكليان. دابا اللي وقعوا، وانا تكلمنا على هذا الموضوع حيت كان وقع شي مشكل ديال الضرب اللي كانوا وقعوا، اللي كيوقفوا الطوموبيلات اللي هذاك، جاو الناس ديال الطاكسيات، شكرا لهم اللي جاو يهضروا، جاو يتكلموا، جاو يهضروا. هذه مناسبه باش نوضحوا هذا الموضوع هذا، باش واحد الوقيته خاص يديروا يا اما لي زابليكاسيون ممنوعين ما كاينينش، يا اما لي زابليكاسيون داروا.
وي دابا انا غنحاول هذا الويكاند ما نشدش طاكسي. Fui a la playa, había subido la marea. دابا الواعره هو انه دابا زعما غير الطريقه بعض المرات الواحد خصو يدافع على الحقوق ديالو مزيان، الواحد يدافع على الحقوق. كاين طريقه سلميه باش الواحد يدافع على الحقوق ديالو، بحال اللي قال عليا على انه انا عندي جريمه، لا ما عنديش جريمه. واخا اللي قال عليا راه لي زابليكاسيون مدبرين عليا، لا ما مدبر عليا حتى شي واحد. حنا كنهضروا على كمواطن كنهضر، ما بغيتش انايا شي واحد يتوقف في شي بلاصه ويتخا ضربوه ولا يضربوه ولا يديروا شي حاجه. هما كيديروا الخدمه ديالهم، حنا غنسمعوا لهم، غادي يجيو يهضروا على الحق ديالهم. كل واحد عنده يجي يهضر على الحق ديالو، اللي بغا مرحبا به. كاع الشافر ديال الطاكسيات انا عاد ولا قلت انا مومو ما عندي معكم حتى شي مشكل، وما عندي علاش يكون عندي معكم المشكل. مرحبا بكم، اجيو تهضروا، اجيو تكلموا، اجيو تشرحوا للناس شنو واقع، اجيو تشرحوا للناس اللي كيستعملوا الطاكسيات واللي كيستعملوا. والناس الطاكسيات الرباط واحد الحاجه زوينه كانوا داروها، وقلت لهم اليوم تلاقيت معاهم هضرت معاهم، قلت لهم واحد الحاجه زوينه درتوها، انهم داروا واحد الجروب باش اللي وقع ليه شي مشكل مع شي طاكسي كيقولوا وكيهضر عليه باش الامور تقاد. دابا شنو المهم في هادشي كامل؟ هو انه الناس اللي كيستعملوا الترونسبور يلقاو ترونسبور مزيان وطاكسيات مزيانين والامور تكون مزيانه. انا ما عندي معكم حتى شي مشكل، هذا خصكم تكونوا متاكدين ونعسوا على جنب الراحه، وما تبقاوش تخيلوا شي حوايج اللي ما كاينينش.